السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعيني وحبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة، والنهاردة هنعمل الكبدة النهاردة بالبصل. الكبدة بطريقة سهلة، بطريقة بسيطة، بطريقة كمان لذيذة قوي، هتعجبكم جدا. أكيد أكيد هتجربوها. بس قبل كده أنا عزة مصطفى، ويشرفني ويسعدني إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان يوصل لكم كل جديد. الكبدة شكلها شهي قوي وطعمها كمان خطير. الكبدة بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات بسيطة قوي قوي، مش هتاخد وقت ولا مجهود ولا تكاليف. الكبدة بالبصل من أحلى الأطباق اللي ممكن تقدميها على سفرتك. هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة، مريحة كده للمعدة، ومش مكلكعة ولا فيها أي حاجة صعبة ولا فيها مكونات خيالية ولا أي حاجة. هتبقى سهلة قوي. هنبدأ هنا نقطع الكبدة بتاعتنا، ومعانا كده حتة كبدة حلوة قوي بالشكل ده، والكبدة كانت طازة. وعلشان اقدر اقطعها حطيتها كده في الفريزر لمدة كده نص ساعة، علشان تبقى كده سهل ان انا اقطعها شرايح رقيقة بالشكل ده. ولازم السكينة تكون حامية قوي علشان اقدر اقطع الكبدة من غير ما تتهرس معايا او تتفتفت مني كده. بالشكل ده هقطع الكبدة شرايح رقيقة قوي بالشكل الحلو ده. وزي ما قلت لكم على البلانشة كده بسكينة حامية جدا، هتتقطع بمنتهى السهولة وهتبقى سهل قوي تقطعها. انا بصراحة سبتها كده شرايح عريضة شوية، هي رقيقة قوي بس عريضة شوية. لو حابة انت بقى تعمليها شرايح رفيعة قوي، ممكن تقصقصيها بالمقص لشرايح رفيعة قوي قوي. هنا كان معايا حته من القلب كمان اضفتها كده للكبده، وقلبت كله على بعضه. هنبدا هنا نحط التوابل بتاعتنا واللي هننقع فيها الكبده شويه. هنا حطيت ملح وحطيت كمون، وهحط فلفل اسمر، وهحط بابريكا مدخنه. والتوابل دي طعمها حلو قوي في الكبده. وطبعا الكمون مهم جدا للكبده، ده حاجة أساسية في الكبدة الكمون. هقلب كل التوابل مع الكبدة. وبالنسبة بقى لغسيل الكبدة، طبعا انتوا عارفين ان الكبدة لما بتتغسل بيبقى ريحتها ازاي. هنا الكبدة مش مغسولة، لكن هنا التوابل بتاعتي خليتها حلوة قوي، مفيش فيها اي ريحة زفارة. نقعت الكبدة كده في التوابل لحد ما هقطع كده بصلتين متوسطين بالطريقة دي، وهضيف البصل للكبدة. وطبعا هنقع كل الحاجات دي مع بعضها كده على الكبدة. البصل هنقعه او هنقع الكبده في البصل والتوابل، وهاخد كمان قرن شطه كده هقطعه، وهضيف كل الحاجات دي للكبده علشان هنقع الكبده في التوابل والبصل وقرن الشطه شويه كده، يعني من ربع ساعه لنص ساعه بالكتير. طبعا النقعه ديت في الكبده بتخلي طعمها حلو قوي، وكمان كانت ريحتها حلوه قوي، والتوابل اضافت ليها طعم جميل قوي. ومهمة جدا ان احنا ننقع الكبدة كده في التوابل والبصل عشان تبقى طعمها حلو قوي. طبعا هنا هستعمل حاجة كبيرة كده علشان اعمل فيها الكبدة. طبعا علشان مش عايزة الكبدة تنزل مية، فانا هستعمل حاجة كبيرة، وحطيت كمية زيت كده مناسبة، حوالي ربع كوباية من الزيت. وهنزل كده بالكبدة بعد ما كانت خلاص اتبلت في التتبيلة دي الجميلة دي بالبصل والشطة وكمان البهارات. طبعا انا مش هقلب كتير في البداية، هسيبها كده دقيقة او دقيقة ونص لحد ما تصدم كده. وعلشان كمان مش عايزاها تنزل منها مية كتير، او مش هتنزل مية اصلا، فهسيبها كده من غير تقليب. لكن بعد كده هبدأ اقلبها كويس قوي بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده الكبده ما نزلتش اي ميه معايا، ومفيش اي ريحه زفاره للكبده. طبعا الكبده طازه نظيفه، ضامنينها كويس قوي. والتوابل كمان علت الطعم بتاعها جدا جدا. الطريقه سهله، البهارات جميله قوي، وبالتالي النتيجه كانت حلوه قوي بالشكل ده. شايفين الجمال؟ طبعا الكبده مفيش اي ميه خالص نزلت منها بالشكل الحلو ده اهو. واقلب كده لحد ما تستوي. طبعا الريحه كانت
يعني فعلا حلوة قوي قوي بجد. ريحتها كانت حلوة جدا. انا متأكدة لو جربتي الطريقة دي هتعجبك جدا. طبعا مع احترامي لكل الاسكندرانية، الطريقة النهاردة مش كبدة اسكندراني لا، الطريقة النهاردة طريقة الكبدة بالبصل، بس طريقة حلوة قوي ومختلفة ومميزة شوية، هتعجبكم جدا. ده كان شكل الكبدة بعد ما استوت وبقت زي الفل كده. معانا كده شوية كبدة زي العسل، زي ما انتوا شايفين كده شكلها حلو قوي وطعمها جميل جدا. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، ما خدتش وقت، خفيفة على المعدة. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو.